فينوم ذا لاست دانس. احنا مبدئيا كده بنتكلم على الفيلم ناجح او ناجح تجاريا بمعنى اصح. الفيلم بتكلفه 120 مليون دولار، معدي ال 450 مليون دولار، فهو مبدئيا كده هو كده ناجح على كل الاصعده وجايب فلوسه وفتح الاحتمالات بصوره عاليه جدا انك هتتكلم على اجزاء جايه. لازم وده ليه سببين. يعني اولا انت لازم تستغل النجاح التجاري، لان طول ما هي شغاله فاعصر فيها مفيش مشكله. النقطه الثانيه ان القصه انا شايف ان فيها مساحات كتيره ما ظهرتش على الشاشه خالص. يعني الفيلم هنا وانا بتفرج عليه كان على مستوى الكتابه نظريا، وانا بكلمك في 3 خطوط المفروض ان هي دراميه ماشيه فيه، وده المفروض ان هو معلي قيمه الفيلم قوي. وكل ده انا بكلمك نظريا، لكن وانا مش على اخر الفيلم بصراحه، على نص الفيلم انا عرفت ليه من جوايا ان انا ليه ما بحبش سلسله فينوم. السلام عليكم، يا رب دايما تكون بصحة وخير وسعادة. ده أول فيديو ليا من فترة كده، لأن أنا كنت في أجازة منقطع عن كل شيء يعني. ولكن يعني ما أظنش إن في كتير افتقدوني فأيا كان. بصراحة برضو كنت منقطع عن مشاهدة الأفلام، بقالي فترة ما شفتش أفلام، وعمال أضغط على نفسي عشان أبتدي أخش في استعيد اللياقه الفنيه بقى، او اللياقه المشاهداتيه، ان انا اقدر اقعد اتفرج على افلام تانية وكده. فجت فرصه ان انا فيلم فينوم لحقته. كان في افلام تانية كان نفسي اشوفها بس ما لحقتهاش في السينما بصراحه. قلت فيلم فينوم ده بقى المفروض انك تخشه لسببين. السبب الاول ان الفيلم احتمال كبير لو انا استنيته ان هو ينزل عادي، احتمال ان انا ما اتفرجش عليه، لان انا فيلم ثور لاف اند وور لغايه دلوقتي ما خلصتوش، بقى له سنتين اهو، لمجرد ان انا فوتته في السينما. النقطه الثانيه ان الفيلم نظريا المفروض ان هو يبقى على الشاشه ممتع ويعني في عناصر جذب كتيره جدا، وبالتالي توجهت المشاهده. اثناء المشاهده انا بحس ان المفروض ان في تطور الى حد ما في الكتابه. ليه؟ لانه عدد الخطوط الدراميه اللي المفروض قدامك على الشاشه. انت دلوقتي القصه عندك المفروض ماشيه في 3 مسارات. مسار منهم المسار التقليدي اللي هو الصراع او محاوله النجاه اللي بيقودها فينوم مع العائل بتاعه اللي بيمثله توم هاردي، وازاي ان العلاقه ما بينهم مشتبكه، فيها غضب، فيها تورط في بعض الجرائم، محاوله انقاذ نفسه، محاوله طموحات لتحقيق بعض الاهداف اللطيفه كده سواء للكائن او للصحفي. اللاين الثاني ده كان لاين جديد، وانا كنت شايف ان هو لاين ذكي، وشايف ان هو نظريا برضو من احسن اللاينات بتاع الفيلم، اللي هو لاين تحالف الجيش والمختبر العلمي اللي من خلاله بيقدروا يحتفظوا ببعض عينات من السيمبايوتس، وعندهم انواع كتيره ولكن هم لسه بيدرسوها وبيحاولوا يوصلوا لكيفيه السيطره عليها او الاستفاده منها، او محاوله ان هم يفهموا هي هتتصرف ازاي، وهل هي خطر حقيقي على الكوكب وعلى البشريه ولا ممكن استغلالها يعني لمصلحتهم. ده كان من اللاينات اللي هي كنت شايف ان هي كانت ذكيه جدا في التعامل، وفي الكتابه كان الى حد ما تعتبر من الحاجات اللي معمول فيها جهد شويه. اللاين الثالث ده نظريا كان المفروض ان هو ينقل الفيلم بالنسبه لي في حته ثالثه خالص، يعني بقى مش في حته ثانيه، في حته ثالثه بقى خالص. لان المفروض ان انت كده بتتكلم على الموطن اللي جه منه الكائنات اللي هي السيمبايوتس دي، وازاي ان هم تورطوا في حبس كائن شديد القوه وشديد الخطوره وحاجه كده زي اله المنطقه اللي هناك يعني. والمفروض ان هو ده بيبحث عنهم للانتقام، وعنده كائنات اخرى وحوش يعني شديده الفتك ونظريا، واللي انت بتشوفه على الشاشه لا يمكن القضاء عليها، وبيبعتها عشان تدور على السيمبايتس، لان من خلال القبض عليهم او السيطره عليهم يقدر يستعيد مفتاح حريته من السجن اللي هم سجنوه فيه. ودي كانت فكره انا كنت شايف ان هي قويه جدا. طيب الحاجات دي كلها بقى ماشيه ازاي قدامك على الشاشه؟ ماشيه بنطاق يعني يلا بينا دينا بنتفرج. انا حرفيا وانا بتفرج مش عارف ابتدي اقول بالحاجه اللي مكرهاني كده. طيب خليني اقول لك ليه انا ما بحبش سلسله فينوم كده في الاول، او اكتشفت ليه في الجزء الثالث تحديدا انا ليه ما بستصنغهاش. انا دايما بقول عليها سلسله تجاريه ناجحه، ذكيه الى حد ما، ولكن انا ما بعرفش اتكلم عنها بحماس اطلاقا. السبب الاولاني هو طريقه تقديم وحش الفينوم نفسه او السمبايتس اللي موجوده. انا ما بحبش الطريقه اللي هم عاملينها، فكره ان انت اولا هو بيعملوا بصوره ساخره لحد ما كانك بتستدعي شيء من روح ديد بول، ولكن الموضوع مش لايق عليه بالنسبه لي انا. النقطه الثانيه ان الصوت اللي هم عاملينه فيه، الصوت ده مزعج. تخيل ان انا بقالي 3 افلام بتفرج لغايه لما وصلت فعلا ان الصوت مزعج ليا جدا، حتى وانا قاعد بتفرج في السينما مزعج الى حد كبير. النقطه الثالثه انا بحس ان الكائن ده كائن قوي وردود افعاله عنيفه وشرس وخطير، ولكن على البشر بحس ان هو في اي مواجهه اخرى مع اي كائنات تانية بحس ان هو دايما مش في منطق القوه، او في منطق اللي هو يعني المنازله اللي هيقدر ينازل فارس لفارس، لدرجه ان هنا المفروض كان هو محور الاحداث كلها، ولكن انت في نفس الوقت مش حاسس ان هو اقوى واحد من مجموعات السمبايتس. وده بيخليني طول الوقت قاعد اقول يعني انا مش عارف حتى لا شعوريا انحاز ليك ان انت ايه، انا عايزك تنتصر او عايزك تنجو من الاحداث دي.
مش عارف اندمج مع الموضوع. النقطه كمان ان لغايه الجزء الثالث دلوقتي انت بتحس على طول ان في حاله من عدم الارتياح ما بين العاقل والسيمبايوت. الصراع اللي موجود او عمليه المضايقه اللي موجوده على طول ما بين الصحفي وما بين فينوم، بتحس ان هي طول الوقت ما هياش واصله لمرحله الارتياح او الاندماج، او ان هم خلاص بداوا يكونوا ان مصيرهم واحد. وهو هنا في الفيلم هو قفلها خلاص، لان المفروض ان الفيلم ده ثالث افلام في الثلاثيه دي، فهو المفروض نظريا هو نهى الموضوع ده خالص، ولعله ربما يكون اخر افلام توم هاردي في هذه السلسله. الاحداث كلها اللي انا مريت فيها، اولا اللاين العادي اللي انا كنت بقول لك عليه اللي هو العلاقه الدراميه المفروض ما بين فينوم وايدي بروك، يعني ما فيهاش جديد، انا ما شفتش فيها جديد حاجه تختلف عن الفيلمين السابقين. برضه نفس التحفز، والاثنين مش طايقين بعض، وما تحسش زي ما انا قلت لك ان في تطور درامي مثلا ما بين العلاقه ما بين الاثنين. اللاين الثالث اللي انا كنت شايفه المفروض يبقى لاين، يعني مش عايز اقول اسطوري او ملحمي، لكن ينقل الفيلم نقله تانية. انت طول الفيلم عمال تتفرج وعمال اشوف يعني خلاص بقى انت هتوصل لمرحله الصدام الكبير، وازاي انك هتوصل للكائن ده. طب هم هيعملوا مع ايه الكائن شديد الخطوره؟ الموضوع مرعب، ولكن بتكتشف ان هو بيقفل لك الفيلم وهم اساسا يعني بيتخلصوا باعجوبه من الوحوش الصغيره اللي هو كان بيبعتها. وبعدين عاملين رسم لوحوش عنيفه جدا تقريبا القضاء عليها شبه مستحيل، فانت محسس ان مجموعه السمبايوتس مش عارفه تعدي ليفل الوحوش ده. طب هي لو وصلت فوق يعني هتعمل ايه؟ بعد كده اكتشفت ان هم اساسا ما فيش وصول لفوق، وان هو قفل الحته دي كلها وقفل الباب عليها، فقفل على نفسه فرصه ان هو يعمل تطوير عالي قوي في السلسله. النقطه الثالثه هي اللي كان الى حد ما فيها شيء من المجهود في الكتابه وربما مجهود في التمثيل، وده كان ظاهر في اللاين بتاع العلاقه ما بين العالمه المسيطره على المعمل اللي هو بيتعامل تحت اداره الجيش، وازاي ان هم بيحاولوا يجتذبوا ويتعاملوا مع انواع مختلفه من السمبايتس، ما بين رغبه العالمه او العلم ان هو يعمل استفاده ودراسه قويه للكائنات دي، ما بين رغبه الجيش ان هو عايز يعمل موضوع من السيطره عليهم وكيفيه الاستفاده منهم. فالى حد ما ده كان اللاين اللي كان موجود فيه شيوتيل جيفور وجونو تمبل، اللي تمثيلها ما كانش يعني عجبني اطلاقا يعني، ولكن اللاين نفسه كان حلو، الخط ده كان فيه عوامل جذب كده وانت بتتفرج. طيب الفيلم بالنسبه لي انا سعيد ان ده اخر فيلم في الثلاثيه دي، وسعيد ان الثلاثيه نجحت لسببين. اولا معنى ان هي نجحت فمعنى كده ان هيبقى في محاولات انتاج افلام تانية، لكن انا سعيد ان الثلاثيه دي انتهت لان انا شايف ان طريقه التقديم بتاع فينوم كانت طريقه تقديم ممل. الشخصيه دي ممكن بتعمل منها يا اما افلام اكشن ممتعه جدا على غرار افلام سبايدر مان، او تعمل منها افلام دارك شويه، مش هقول لك مثلا زي مجموعه ثلاثيه دارك نايت، ولكن الاستفاده من خطوط دراميه اللي موجوده فيها تقدر انك تطلع منها حاجه نسخه سيريس شويه، يعني نسخه جاده كده ما فيهاش موضوع السخريه اللي كان موجود، وكان الى حد ما او احيانا كتير كان بيبقى سخيف بصراحه يعني. فدي نقطه. النقطه بقى الاساسيه اللي بالنسبه لي انا سعيد لان اعتقد ان توم هاردي باذن الله مش هيكمل في السلسله دي، لان انا شايف ان السلسله دي تحديدا استفادت من وجود توم هاردي اكتر ما هو استفاد منها. هو بالتاكيد استفاد منها شهره عند قطاعات كتير من المشاهدين، استفاد منها ماديا بصوره كبيره، ربما تكون اضافت للكريدت بتاعه في هوليوود، بس هو كممثل انا ما شفتش تمثيل بصراحه منه في خلال الثلاث افلام دول، وهو ممثل قوي جدا جدا جدا، واحد من اقوى الممثلين انت بتتكلم عنهم في الساحه. الراجل في افلامه انا لحد دلوقتي فاكر دوره في فيلم انسبشن، ده اول فيلم انا خدت بالي منه فيه، ولحد دلوقتي اداؤه في الفيلم ده رغم ان هو كان دور مش عايز اقول تاني ربما تالت، كان رائع رائع. وبعد كده بدات رحلتي معاه وانا عمال اتفرج عليه في افلام ومسلسلات. ممثل يعني ممثل جبار من نوعيه ممثلين تقال زي نيكولاس كيدج وممثلين تقال قوي. لكن هنا انا ما شفتش توم هاردي بيمثل، انا شفت توم هاردي بياخد فلوس عشان يعمل لك شخصيه فينوم. مش عارف ده انطباع شخصي بالنسبه لي، انا كنت بتفرج والله على الجزء الثالث ده، انا كنت حاسس ان هو يعني هو زهقان وهو بيمثل في مشاهد كده، تحس ان هو في زهق ظاهر على وشه، مش ظاهر على الشخصيه، في زهق وانت بتتفرج عليه في مشاهد اللي هي قبل ما الصحراء وقبل ما يركبوا الحصان، مش عارف في احساس شخصي يعني. فالفيلم من الافلام يعني اللي بالتاكيد هي تعتبر ختام ناجح للثلاثيه دي، ولكن دي حاجه بالنسبه لي انا ريحتني كده ووصلتني قرار واضح ان انا مش من محبي سلسله فينوم، ومتوقع او متمني انها تتقدم بصوره ثانيه بكتابه افضل، لان مخرجه الجزء الثالث ده هي الكاتبه بتاعت الثلاث افلام. فواضح اولا ان انا عندي مشكله في الكتابه، ده بالنسبه لي انا شخصيا كنت شايف ان الكتابه المفروض تبقى اكثر حده وشمولا شويه، فيها اضافه اكتر لصراعات اقوى شويه، والصراعات تنتهي بشكل افضل. احنا فاكرين طبعا الصراع انتهى في الجزء الثاني بتاع ليد زيربي كارنيج، ما كانش يعني، انا لحد دلوقتي كنت بتفرج على الفيلم وحاسس ان الفيلم في النص الثاني كان واقع تماما يعني، رغم ان هو كان بيتعامل مع خصم عنيف جدا يعني. ده اللي احنا شفناه.
فكيلي ميرسل المفروض إن هي كمان تولّت إخراج الجزء التالت، وأنا ما شُفتش لمحات قوية يعني، باستثناء زي ما باقول ثبات حسّيت إلى حدٍ ما شوية، ولكن برضه ختمت الختام المعتاد ليها. عامةً رأيي في النهاية ليكم، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وأعتقد إن رأيي ده ممكن يكون مخالف لرأي ناس كتيرة، ولكن يعني هاعتبره رأي من الآراء المنتشرة اللي الناس كلّها بتتكلّم فيها. تحياتي وسلام، أشوفكم تاني قريب.